تعالي نعمل بيتزا المستعجلين بدون تخمير ساعة كمان وساعتين. هقولك ازاي تطلع طرية وفي نفس الوقت مقرمشة من تحت، وازاي تخلي الجبنة تمط كده لآخر الشارع، وكمان ازاي تفرديها بسرعة ومن غير نشابة. يلا نبدأ. بسم الله. أول حاجة بدأت بيها إني حضرت التوبينج اللي هحطه على البيتزا. كان عندي بواقي شاورما لحمة فبدأت أشوحها، قطعتها شرايح رفيعة. وعشان الشاورما بتاعتك تطلع جوسي وزي بتاعة المطاعم لازم يكون الزيت بتاعك متسخن كويس جدا. وبعدين تنزلي بالشاورما بتاعتك، هتفرديها في الطاسة بحيث انك تتأكدي ان كل قطعة شاورما طايلها الزيت. وبعدين هتسيبيها خالص خالص، مش هتيجي جنبها نهائي، تبقى تتحمر من تحت لحد ما تاخد اللون اللي احنا شايفينه ده. اول ما تاخد اللون ده ابدأي قلبي فيها وحط لها التوابل بتاعتك. انا هنا عشان هحطها كتوبينج بيتزا، مش هحط عليها غير ملح وفلفل بس. وفي نقطة هنا مهمة حابة اتكلم فيها، انت جوه مطبخك المنظم الاول والاخير، بمعنى ان انت حابة تبدأي بالعجينة الاول مفيش مشكلة، حابة تبدأي بالتوبينج مفيش مشكلة، الصلصة مفيش مشكلة. اللي انا عايزة اقوله ان ترتيبك في تنظيم الوصفة بتاعتك دي حاجة تخصك انت لوحدك، اللي يريحك اعمل. بعد ما شلت الشاورما في نفس الطاسة هزود شوية زيت وهبدأ اعمل الصلصة. هحط مكعب توم مفروم او معلقة صغيرة توم مفروم واشوحها تشويح بسيط، يعني مجرد ما تصفر بس وريحته تطلع هكون مجهزة صلصة الطماطم او الطماطم المعصورة بتاعتي واحطها على طول. هنا عشان ما كنتش محضرة الصلصة جنبي شلت الثوم من على النار عشان ما يحمرش زيادة ويمرر. نزلت بكمية الصلصة ودي بتكون حسب عدد الصواني اللي انت هتعمليها، فانا ما اقدرش احدد لك الصلصة بتاعتك تكون قد ايه. بس التركية المهمة جدا جدا انك لازم الصلصة بتاعة البيتزا تكون تقيلة. طيب خليني اقولك بس التوابل اللي هنستخدمها: معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة اوريجانو، ومعلقة صغيرة روزماري، ومعلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة سكر. وصلصة البيتزا بتكون مميزة عن اي صلصة تانية ان بيكون فيها أعشاب عطرية اللي بتدي ريحة قوية للبيتزا زي الروزماري والأوريجانو. هنا كنت بوريكي إن الأعشاب بدأت ريحتها تطلع عندي في الصلصة، فخلاص كنت هطفي عليها. وهنا كنت بوريكي السمك أو التقل بتاع صلصة البيتزا لازم يكون بالشكل ده عشان ما ينشفش على البيتزا نفسها، ويكون الصلصة طعمها كويس حلو. بعد ما رفعت الصلصة من على النار هبدأ في عجينة ال10 دقايق. هي دي العجينة اللي أنا معتمداها بقالي تقريبا 10 سنين، مش بستخدم غيرها في أي معجنات لأنها سريعة جدا وناجحة وعمرها ما فشلت معايا ولا مرة. احفظي بقى معايا الخطوات يا ست البنات. هنجيب الأول كوبايتين دقيق وهنحط عليها كيس خميرة فورية وتقريبا 6 معالق صغيرة سكر أو ما يعادل 3 معالق كبار، ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر. كمان بعد ما ضفنا المكونات دي هنقلبهم كويس جدا جدا مع بعض. نفس المعدل بتاع الدقيق اللي حطيتيه في الأول هتحطي مَيّة، يعني إحنا حطينا كوبايتين دقيق هتحطي كوبايتين مَيّة دافية، وزي ما أنا وريتِك كده حطيت طرف صباعي في كوباية المَيّة، فأنا قدرت أستحمل الدفيان بتاع المَيّة فكده تمام. هاروح مقلباهم كويس، ولازم هاقلب شوية كده أهو كويس جدًا لحد ما تلاقي العجينة بتاعتِك بقت سايلة ويعني يُفضّل ما يكونش فيها أي نوع من أنواع التكتلات عشان الخميرة تتفاعل، لإن إحنا مش هنسيبها تختمر غير 10 دقايق بس، مش زي العجينة العادية بنسيبها بالساعة والساعة ونص. فخطوة التقليب دي بتكون مهمة، وهدخلها في مكان دافي لمدة 10 دقايق. أنا غالبا بحطها في فرن البوتاجاز وولع عليها اللمبة، وخلال ال10 دقايق دول بدأت أجهز معايا الحاجات اللي ما كانتش جاهزة، زي إن أنا كان عندي بواقي فراخ كنت شوياها كده بالكاتشب فبدأت أقطعها عشان أحطها برضو مع اللحم. كمان حضرت علبة الزبادي لأني هضيفها على العجينة لما تخرج من الفرن. الزبادي بيدي طراوة رهيبة رهيبة جدا جدا لأي عجينة بتعمليها، أو اللبن البودر. بس أنا الحقيقة من ساعة ما عرفت إن اللبن باودر ده مجهول المصدر، مش عارفين هو معمول من إيه بالضبط، فقللته على قد ما أقدر أو تقريبًا بطّلته خالص. فباحط علبة زبادي. كمان طلّعت توم باودر بس مش عارفة ليه ما حطيتهوش والله، مش عارفة ما افتكرتوش تقريبًا ما حطيتهوش. أنتِ كل ما إيديكِ تاخد على العجينة أكتر هتبدئي تتفنّني بقى في طعم العجينة نفسها، إن حتى لو حتّة من البيتزا ما عليهاش مثلًا topping أو ما عليهاش صلصة، طعم العجينة نفسها هيبقى جميل. دي بقى الجبنة كنت مطلعاها من الفريزر فبدأت أفتتها كده أكسرها بحيث إن أنا أعرف أوزعها على طول، ما أضيعش وقتي لما أبدأ أحط التوبينج بتاع البيتزا. هنا كانت العجينة خلاص طلعتها من الفرن، بصوا ما شاء الله عليت ازاي وبدأت تبربق كده. لو شايفين الفقاقيع اللي عاملة دي معنى كده ان الخميرة ما شاء الله شغالة كويس جدا.
هابدأ أحط بقى الإضافات بتاعتي، حطيت الأول الزبادي، وبعدين المفروض أحط نُص كوباية زيت، هنا حاولت أحط بالبتاعة دي لقيت الدنيا هتطوّل معايا أوي، عايرت بنفس الكوباية نُص كوباية زيت وحطيتها. دي مكونات سايلة أنا ضفتها، فلازم أقلّبها كويس مع العجينة. شايفين لو لاحظتِ كده العجينة ما شاء الله منفوخة وأنا باقلّب المكونات فيها، منفوخة كده وتحسّي إن جواها هوا. دي كلّها حاجات بتعرّفِك إن الخميرة بتاعتِك كويسة جدًا وفعّالة. أنا حطيت في الأول لو فاكرة كوبايتين دقيق، والمفروض باقي المقدار 3 كوبايات دقيق، بس الحقيقة إن أنا باحط كوباية، كوباية وأفضل أقلّب لحد ما الدقيق بتاعي كلّه يختفي، وبعدين أضيف الكوباية التانية وهكذا، لإن نوع الدقيق بيختلف من حد للتاني، يعني ممكن أنا آخد 5 كوبايات دقيق، حد تاني ياخد 4 كوبايات ونُص، فهي ما فيش مقدار ثابت، وعشان كده ما يُفضّلش تحطّي كمية الدقيق كلّها مرّة واحدة. حطي وقلبي لحد ما يختفي الدقيق وحطي وقلبي وهكذا لحد ما تلاقي العجينة هتوصل للشكل اللي هنشوفه بعد شوية. أنا سرّعت الصورة شوية علشان يعني ما أضيّعش وقتِك، بس زي ما أنتِ شايفة أنا عمّالة أحط دقيق وأقلّب وأحط دقيق وأقلّب وأحط دقيق وأقلّب لحد ما العجينة بتاعتي كلّها هتلِم معايا. هتلاقيها كلّها لمِّت كده مع بعضها زي ما أنتِ شايفة كده خلاص، هي كده بقى خلاص بدأت تلِم معاكِ، ولو أسمّعِك الصوت بيكون فيها زي تيجي كده يعني تيجي تعجني تحسّي إن زي ما يكون في صوت هوا، كده أنتِ خلاص العجينة بتاعتِك الحمد لله بقت ناجحة، ناقص بقى التلزيق ده يقِل خالص، هيكون فيها تلزيق بس نسبة بسيطة جدًا برضه هاوريه لِك، يعني شايفة الفرق من لمّا بدأت أعجن ودلوقتي، العجينة بقت تحسّي إنها كده إيه، ملساء على بعضها ومش بتقطّع. ونسبة التلزيق زي ما أنتِ شايفة كده، نسبة بسيطة تضغطي عليها تيجي تطلعي بصُبعِك بيطلع معاكِ بس بنسبة بسيطة. حطيت بقى في البولة نفسها زيت وحطيت عليها من فوقيها زيت وهاسيبها ترتاح شوية، يعني برضه 10 دقايق تانيين ترتاح شوية. وطبعًا أنا والرخامة استحمينا دقيق فعلى ما ترتاح العجينة هننضّف بقى المكان بتاعنا كده بسرعة. لو عايزة بقى البيتزا بتاعتِك تكون من فوق طرية ومن تحت مقرمشة، لازم تحضّري الصينية بتاعتِك صح. الأول هتدّيها رشة زيت، وبعدين لو عندِك دقيق السميد أو دقيق السيمولينا، هتدّي عليه رشة من فوق زي ما أنتِ شايفة كده، رشة بس مش كتير عشان ما تضايقكيش وأنتِ بتاكلي، رشة خفيفة مع الزيت هتدّي قرمشة رهيبة للبيتزا بتاعتِك من تحت. كده خلاص أنا سِبت العجينة بتاعتي ترتاح، وحالة بتحاول تبوظها لي. هاوريكِ دلوقتي قد إيه العجينة بعد ما ارتاحت بقى تحسيها شبه القطنة كده بالضبط، ناعمة وملساء، ويعني بجد عجينة ال10 دقايق دي ناجحة جدًا، جدًا، وعمرها ما فشلت معايا، يعني جربيها وعمرها ما هتفشل معاكِ إن شاء الله. طب إزاي بقى هنفردها بمنتهى السهولة كده من غير نشابة ولا أي حاجة؟ هتدّي العجينة من فوق رشة زيت، إحنا كده أصلًا رشيناها زيت قبل ما نحطها على الإيه، قبل ما نسيبها ترتاح، فهتحطي عليها رشة زيت بس وتبدئي تفرديها في الصينية بتاعتِك، هتتفرد معاكِ بمنتهى السهولة، وعشان هي الحمد لله رب العالمين ناجحة مش هتلاقيها بقى بتدوّخِك في الفرد، كل ما تفردي تروح ت ت تكِش معاكِ تاني، أبدًا هتتفرد معاكِ بمنتهى السهولة، بس حُطّي لها رشة الزيت دي. بعد ما فردناها بدأنا نخرّمها كده بالشوكة عشان وهي بتستوي تبقى إيه، يعني زي ما بيقولوا بتتنفّس يعني، يبقى فيها طراوة كده. وبعدين حطيت الصلصة وبعدين حطيت الجبنة. بُصّي، أنا جرّبت أنواع كتير جدًا، جدًا من الموتزاريلا. الموتزاريلا لوحدها ما بتدّيش المَطّة الطويلة اللي إحنا بنشوفها دي، فلو موضوع المَطّة ده مهم بالنسبة لِك يُفضّل تخلطي الجبنة الموتزاريلا بالجبنة المشلّلة. هنكون مجهزين الفرن بتاعنا على درجة حرارة 180 وندخلها في تحت خالص يعني على الصاج تحت خالص وهتسيبيها لحد ما الظهر بتاعها يبدأ يبقى أورنج فاتح كده تروحي مطلعاها على طول هتبقى معاكي بيتزا مقرمشة من تحت وطرية والجبنة بتاعتك هتكون سايحة وجميلة جدا. ملحوظة بس وانتي بتفردي العجينة متخليش السمك بتاعها كبير يعني 2 سنتي بالكتير لأنها لسه هتنفش تاني في الفرن وبألف هنا وشفا.
هنا بقى كانت أيدي أحباب الله واقفة مستنية تاخد مني البيتزا. فلو حسيتي إن الفيديو ده ممكن يفيد أي بنوتة لسه داخلة المطبخ أو مغتربة ولوحدها، ياريت تبعتيهولها. كمان اللايك هيفرق معانا إن يوصل لبنات أكتر وعيلتنا تكبر.